وشتي انا كاع نقول لك واحد الحاجه، انا غنطلب من الجامعه الا بغات تبين، خصها تبين الجامعه اش دارت مع الفريق الرجاء البيضاوي. حيت شوف داكشي اللي دار مع الرجاء البيضاوي ما عمره ما دار مع شي فرقه في المغرب، لا معنويا لا ماديا لا في الهيكله. شوف كاين شي فرقات تبنات لها الاكاديمي بحال الرجاء، ملي الرجاء كان عندها مشاكل ديال الفلوس، واش الجامعه ما خلصاتش اللعابه، كانت كتخلص اللعابه ديريكتومون باش الرجاء ما تجوش. واش الجامعه ما عطاتهمش فلوس ملي الرجاء ما عندهمش باش يسافروا؟ واش الجامعه ما خلصاتش؟ هادشي خصهم يقولوه. ولكن المشكله انه المسيرين ما كيبغيوش يقولوا الحقيقه، واشنا هو الدعم، واشنا هو لو سوتيان اللي عطاتهم الجامعه. حيت كون عرفوه يمكن ذاك الجمهور غادي غيغير الراي ديالو. مستجدات الحملة الإعلامية على الرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد فوزي القجع في هذه القضية عرفات مساندة كبيرة للسيد القجع من طرف الشعب المغربي اللي تضامنوا معاه وكيقولوا كلنا القجع، وهو الرجل المناسب لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ثانيا جميع الأطر الرياضية لكرة القدم على رأسهم المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي اللي قال على أنه هو والطاقم التقني ديال المنتخب الوطني المغربي متضامنين مع السيد القجع، وقال كذلك على أن هاد الناس اللي دايرين هاد الحملة ماشي مشجعين حقيقيين، وأي واحد كيهاجم القجع فهو ما كيعرفش اصول تسيير كره القدم. وبين رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم السيد فوزي القجع على انه غادي يلتجئ للقضاء باسم الجامعه الملكيه لكره القدم، وغادي يفتتح تحقيق جدي لمحاسبه الفاسدين والمفسدين الحقيقيين، لان السيد فوزي القجع على حسب ما قال احد المقربين من نادي الرجاء البيضاوي وكذلك الجامعه الملكيه لكره القدم، كيقول على ان السيد فوزي القجع له الفضل الكثير على نادي الرجاء البيضاوي، وهو اللي ساعد فريق الرجاء في ظل الازمه اللي كانت كتعاني منها، بحيث ان رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم كان كيخلص اللعابه ديال فريق الرجاء البيضاوي في ظل هذه الازمه من المال ديال الجامعه الملكيه لكره القدم كمساعده لهم. وللاسف جمهور نادي الرجاء البيضاوي لا يعلم بهذه الحقائق. اللي بغيت نقول هو ان السيد فوزي القجع السيد خدام ودار انجازات وطنيه وكذلك دوليه، وهادو اللي دايرين عليه حمله فهم اعداء النجاح، ومن بينهم الاعلام الجزائري.